لا غادي زدتهم، ولكن غادي نديرو هذاك لابياج بالخرا لا مونبران بجو مونبران، ويكون هنا فوراج نتاع الماء باش ملي تخوى هذاك الفوراج يديماري ويولي يعمر هنا الماء بيرمانون. هذا هو الغرض، يعني في المستقبل هذا هو الغرض، تولي الماء على العام ان بروجي انتيغري، يعني فوق ما يهود الماء هذاك، ولكن اليوم ما يمكنناش نديماريو الماء نطلعوه من تحت ويولي خواننا من تحت، يعني خاص هذاك الجومبران جلد كاين باش كي ديماري الماء يشد، هذا بحال بلاصه ارتيفيسيال. من تجي الشتاء يجمع الماء، ومن ما تكون الشتاء نديماريو هذاك الفوراج. حنا هذا هو لوبجيكتيف ديال، يعني حنا كجهه الماء يعني يكون هذا هو الغرض ديالنا. هاد الناس اللي كانوا كيجيب 200 كيلومتر كيجيب هذاك الكمين ديال الماء كاين اللي كيهز الغلم ديالو كيضرب 400 كيلومتر 500. حنا بغينا هذوك الناس يكون واحد البوان دو في فين كتكون الحياه. 100 نقطه في الاقليم غتولي مهمه، وفي المستقبل حنا هذا برنامج 5 سنين. حنا قبل 5 سنين بغينا تكون عندنا 100 نقطه بحال هادو، وواحد 20 اللي فيها جومبران وفيها لي فوراج، وان شاء الله اللي جا مور 5 سنين عاود يكمل مور هذا الشيء هذا. علاش حدود الكليه لا هذا اللي كنديروه بلي بريغاد بالشراكه مع الوزاره ديال الماء ووزاره الماء، هما عليهم لي زونجان، وحنا اللي علينا الكاربيرون والخدامه ولا لوجيستيك ديال الجهه هي اللي كتحمل هذا الشيء هذا. شحال التكلفه سيدي الرئيس؟ تقريبا غتكون ما بين واحد 150 مليون النقطه ديال الماء، ولكن اللي كنقول لك لامباكت ديالو يعني باش غادي يبان مزيان هي ملي غادي نديرو الجومبران ولا غادي نديرو هذاك لي فوراج. باش بغينا هاد لو بوان دو ربما خصنا نشوفوا على واحد 500 متر الماء كيبان لك ماشي غير في هاد البلاصه هادي، وتكون الماء بيرمان وما كيوقفش. يعني الا كيتستهلك 100 طن في النهار خص هذيك 100 طن كترجع في البلاصه. هذا هو وغادي التغذيه ديال الفرشه راه مهم. هذا الماء كله فين كيمشي للحوض ديال الجزائر. النهار اللي دير 100 نقطه راك حبستيه هذاك الماء، ما عنده فين يمشي. يعني الماء اللي طلع عندنا راه يبقى عندنا في الاقليم. لكن شي اخوان في المجلس ولا الصحافه يسولوا الاخوان نحضرهم هنا كاينين حنا هذا اعضاء المجلس اللي عنده شي سؤال الاخوان الصحفيين اذا كاين شي حاجه ما كاين شي تساؤل في المستهدفه هنا في المستهدفه وهما هذوك هما اللي الغرب راه وين شي هما دوك الرحال. هذيك سميه رحال بغينا نحاولوا نقصوا منها. يمكن يولي يرحل على 50 كيلومتر على 100، ما يوليش يرحل. راه كاين اللي كيهز الغلم ديالو كيمشي للصحراء 400 كيلومتر كينزال للصحراء. الناس خصهم تعيشوا بهذا الواقع اللي عايشينه الناس هنا. راه ملي ساليلو الماء هذه النقطه ديال الماء اللي حنا كتبان لنا بسيطه هنا، هذاك مول الغلم راه عنده شي حاجه كبيره. هذا يقدر يشرب بها 3 شهور 4 شهور ما يخويش. ولكن لو كان ما تجمعلوش الماء في هذه النقطه هذه راه هاز حوايج وجابها عاود مشى للقعده. ولا هذه هي الحاله اللي عايشينها هذا الرحال هذا. غير هاد شويه ديال الماء حنا اللي بالنا بسيط، هما راه عندهم الحياه هنا. راه ما يشربش هو حتى تشرب البهيمه ديالو من تشبع عاد كيشرب موراها. خاصكم تسولوا هاد الناس تاع الكسابه وتسولوا هاد الناس كيفاش عايشين. حنا هذا هو الغرض من هاد الشيء. سيدي الرئيس واحد النقطه، كيفاش هذا الرحال اللي كيقريو ولادهم؟ هو كيفاش كيقريو ولادهم من هذا الرحال؟ هاد الرحال هادو عندهم حنا صراحه ماشي هذا هو الشيء اللي جينا عليه، ولكن نجاوبوا عليه. هاد الرحال هادو كاين مدرسات جماعاتيه، هو البرنامج اللي خرجناه. هما كاينين يمكن اول اقليم في المغرب اللي عنده شي 3 ولا 4 وصلوا شحال 4. هذا الاقليم الاول اللي عنده هذا العدد، والجهات تقريبا غتزيد لهم عاود شي 4 هي 8. يعني اللي خصهم هو الترونسبور، ما خصهمش كثر. حنا الترونسبور تقريبا الاقليم ديال بوعرفه راه بواحد 70%. ونتمنوا ان شاء الله من الواحد 2 ولا 3 الجماعات اللي محتاجه الترونسبور اكثر لهاد الوليدات هادو مستعدين للجهه باش تمشي بهذا. اول مدرسه جماعيه واش يمكن راه اول مدرسه جماعيه فعلا هي ديال معتركه. نقولوا على الصعيد الوطني ماشي على صعيد الجهه. واليوم اكبر عدد ديال المدارس الجماعاتيه هما اللي موجودين في الجهه تاع الشرق. كاينه 27 مدرسه جماعاتيه، اكبر عدد ديال المدرسات الجماعاتيه نجحوا هنايا. زائد هاد 32 اللي غادي يتزادوا غادي تقريبا نوصلوا ل 60، وهي كاينه 66 جماعه قرويه يعني غادي تكون واحد النسبه ديال التغطيه اكثر من 70% في هذا الضرب تاع 5 سنوات. كاين بعض الاقاليم اللي راسلونا قالوا لنا ودينا خصنا مدرسه الجماعات. الجماعه ديالي قلت انا قلت لكم لا كاين وحده اخرى في الدريوش. انا عندي وحده وبغيت نزيد الجوده. كاين الدريوش حتى هما راسلونا.
ووجده حتى هي اقليم وجده، شي 3 الاقل من 4 اللي راسلونا كيبقاو حنا راه عندنا كفاءه في أشيدا إسرائيل الان راه يظهر وحنا المساله ما يديروش المستوى باش خصهم ينتقلوا من ديك المدرسه القرويه الى الاعدادي. هذه المشكله راه هنا لانه ما كاينش منح، ما كاينش مساعدات. هذا هو المشكل. يمكن ان شاء الله الوزاره والاجهزه يديروا خدمتهم. السيدة إسرائيل هذيك الواقعة اللي وقعت واللي ظهرت في الصفحات الفيسبوكية ولا على ذيك الماشية اللي توفات لشي بعض الكسابة هنا وحال هنا، واش كاين شي برنامج تاع دعم تاع هاد الناس مثلا تعويضهم ولا؟ هي المناطق صراحه باش ما نعاود ولكن نجاوبوا. هي المناطق كاع اللي كتكون فيها الثلوج كتكون مهدد فيها واحد العدد ديال الكسيبه. غير اشنو كيخص يكون؟ كتكون هذيك الكسيبه كتكون عندها واحد التامين، الوزاره ديال الفلاحه كتعوض. ولكن هنا في المنطقه راه السيد وزير الفلاحه صيفط الكاتب العام شخصيا ديالو هنا عند هو السيد العامل، وداروا واحد الجوله وحصاو هذاك الشيء وراه غادي يعوضوا هذوك الناس هذوك. وهذه زعما صراحه راه سابقه. اولا بالنسبه للبرنامج ديالنا ديال مجلس الجهه، البرنامج ديالنا واضح. الاقليم ديال كيدي انه هو بعد اول حاجه تكلمنا على النقط ديال الماء. ثاني حاجه كاين لي فوراج، يعني لي بوان دو لي فوراج بهم بالتجهيزات ديالهم اللي كان اكثر من 40 نقطه في هذه ال5 سنوات. 40 فوراج اللي غادي يكون. كاين الان الجهه الالكتريفيكاسيون تغطيه تقريبا 100%. كاين برنامج اللي فيه 200 مليون تاع الدرهم اللي الجهه مساهمه فيه ب 50%. هذا غتكون كهرباء 100% في هذا الاقليم هذا. وكاين المسالك الطرقيه اللي اكثر من 200 كيلومتر اللي الان في طور الانجاز، وكاينه 150 في طريق الدراسات. يعني في ظرف واحد 5 سنوات الاقليم ديال بوعرفه غادي تقريبا يوصل واحد 800 كيلومتر من هذه الانجاز ديال من 800 كيلومتر. انا كنقول هذا رقم كبير وكبير جدا بالنسبه لنا. اولا السلام عليكم السيد الرئيس. اولا مرحبا بك السيد العامل والسيد الرئيس والمجلس الجهه كله حاضر معاك، التلفزه والصحافه كلشي حاضرين معاك. شي حاجه ولا لا نساو ولا رجال كاع حاضرين معنا هنا. اولا شكرا على هذا السدود، وهذا السدود راهم كينفعوا الناس بزاف. هذا هو ذاك السد ما عندوش الكاميو وما عندوش كارو، الا ما كانش هذا السد ما عندوش منين يورد. ثانيا راهم عندنا شي سدود اللي غرقوا بالرمال واخا يجيهم الماء ما بقاوش يسدوا الماء. ثانيا عندنا القضيه ديال الطرقات، كاينه شي بلايص اللي فيهم الصعوبات من يجي الغيث. شي بلايص كان فيهم كاع الكودرونات وما بقاوش. الكودرون مثلا الطريق الرابطه ما بين سنداره ومطركه فيها واحد الطريق جاتنا خايبه راها وثالثا القضيه ديال الدعم راه ما كافيناش. الدعم كيجينا كيلو كيقول ديروا التسين، كيجينا كيلو الشا ما يقدرش نعلفوا به. واش كيعلف لنا يومين واش 3 ايام وشكرا لكم وشكرا. نرجعوا لهذا الشهاده تكون اخر شهاده. هذا الشيء ديال الماء الناس كيفاش كتعبر عن الماء. يعني هذا الماء اللي حنا يبان بسيط، هذوك الناس هذا الماء راه كيلعب واحد الدور كبير في الحياه. تكلموا الاخوان على الدعم وهذاك الشيء الحمد لله زعما الصراحه الزرع راه موجود. ولكن الا كان الناس كيتكلموا على باش نتكلموا على الدعم، الناس ضعاف بغاو شي حاجه اللي يمكن دعم مباشر. يعني هذا هو الدعم يعني بالثمن كيف ما كان جميع الاقاليم. راه الزرع كان كفايه، ولكن هاد الناس هادو ضعاف كيبغيو واحد الدعم استثنائي. نتمنى ان شاء الله باش الوزاره تكون تسمع لهذا الشيء هذا. وحنا كيجي راه في المقدور اللي نقدروا نديروا راه حنا موجود. وبالنسبه للطرقان راه تكلمنا قلنا لك اودي كاينه واحد العدد كبير ديال الطرقان في طريق الانجاز، وكاين واحد البرنامج اخر ديال اللي بدا ان شاء الله اللي تا هو جاي في الطريق اللي عطى الانطلاقه ديالو سيدنا ان شاء الله. هذا غادي يغطي واحد الاقليم ديال بوعرفه كيجيبوا الدرويش والناظور اللي عندهم واحد كيستافدوا واحد الحصه كبيره من هذا. شكرا سيدي الرئيس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر بعد السيد العامل والسيد الرئيس والناس اللي جاوا كاملين.